اللهم صيبا نافعا، زخات رعدية وثلوج بعدد من الأقاليم. بيدرو سانشيز يفاجئ عزيز أخنوش بخطوة غير متوقعة. شاهد باقي التفاصيل. الملك محمد السادس للرئيس الموريتاني حريصون على تعزيز علاقاتنا المتينة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ. اللهم صيبا نافعا، زخات رعدية وثلوج بعدد من الأقاليم. الإخوان، قبل ما نبداو هذا الخبر كنتمنى من كل شيء يخليو واحد الدعوة ديال الخير لنزول المطر. اللهم صيبا نافعا، زخات رعدية وثلوج بعدد من الأقاليم. توقع المدير العام للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والريف. ويرتقب أيضا هطول أمطار وزخات محلية رعدية بالمناطق الشمالية والوسطى والريف ومرتفعات أطلس والشمال الغربية للأقاليم الجنوبية، مع تسجيل قطرات مطرية متفرقة بالشمال الشرقي والواجهة المتوسطية. كما سيلاحظ تساقط الثلوج بقمم مرتفعات الأطلس الكبيرة مع كتل ضبابية محلية بجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة المغربية. وستسجل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا مع تناثر هبات رملية بالريف والمنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى ومرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و7 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 13 و 20 درجة بالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 7 و 14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة المغربية. وستشهد درجات الحرارة العليا بعد ارتفاع بالجنوب الشرقية وانخفاضا ملموسا في باقي المناطق. بيدرو سانشيز يفاجئ عزيز أخنوش بخطوة غير متوقعة. شاهد باقي التفاصيل. في أول تواصل مباشر بينهما منذ أدائه اليمين الدستوري رئيسا للحكومة الإسبانية لولاية جديدة، اتصل بيدرو سانشيز بنظيره المغربي عزيز أخنوش للتأكيد على استمرار المسار التصاعدي للعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وهي الخطوة التي تأتي بعد اختيار سانشيز التوجه إلى الشرق الأوسط عوض المغرب خلال رحلته الخارجية الأولى. وقال سانشيز في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع إكس قائلا إنه أجرى محادثة مع أخنوش يوم أمس الاثنين جرى خلاله التأكيد على أهمية الصداقة بين البلدين، ولذلك يقول رئيس الوزراء الإسباني نريد الدفع بأجندتنا المشتركة إلى الأمام واستكشاف الفرص الجديدة التي تتيحها هذه العلاقات المتجددة، مبرزا أنه سيعمل أيضا على تعزيز العلاقات الوثيقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وللمرة الثانية بعد اختياره رئيسا للوزراء في إسبانيا إثر حصول على ثقة أغلبية مجلس النواب، لم يتجه سانشيز إلى المغرب في رحلته الخارجية الأولى، لكن وبخلاف ما كان عليه الحال في 2019 حين اختار التوجه إلى فرنسا في ظل حالة عدم الثقة التي كانت تشوب نظرته للرباط. توجه هذه المرة إلى الشرق الأوسط في مهمة تتعلق بتطورات الأوضاع في غزة. وسافر بيدرو سانشيز باعتبار بلاده ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكارو الذي ستتولى بلاده رئاسة الاتحاد في دجنبر المقبل في جولة إلى إسرائيل والضفة الغربية ومصر من أجل الوقوف على تطورات القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أسقط الآلاف من المدنيين ودمر المباني والمنشآت. وكان بيدرو سانشيز قد عبر ضمنيا عن رغبته في استمرار العلاقات الإيجابية بين الرباط ومدريد التي جرى وضع أسسها خلال لقائه بالملك محمد السادس في أبريل من سنة 2022 بالمغرب، من خلال الإبقاء على مجموعة من الوجوه التي تدعم هذا التوجه في حكومته الجديدة، وفي مقدمتها وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس الذي لعب دورا رئيسيا في إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين المملكتين. وفي حكومته الجديدة اختار سانشيز الإبقاء على وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس ووزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء لويس بلونس، وكلهم من المقربين منه ومن الداعمين لبناء علاقات مصلحة وتعاون قوية مع المغرب، وفق ما سبق أن كشفت عنه مجموعة من التقارير الإسبانية خصوصا خلال أزمة 2021. وفي 17 نوفمبر الجاري بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى سانشيز على إثر تنصيبه رئيسا للحكومة الإسبانية، وهي الرسالة التي عبر من خلالها العاهل المغربية عن أحر التهاني مشفوعة بأصدق المتمنيات بوصول توفيق في خدمة الشعب الإسباني الصديق وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من الرقي والازدهار. وجاء في البرقية الملكية
وإذ أبارك لكم تجديد البرلمان الإسباني الثقة في شخصكم. يسعدني أن أؤكد لكم مجددا عزمي الوطيد على مواصلة العمل سويا معكم للمضي قدما في ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع بين بلدينا، وتعزيز المرحلة الجديدة لشراكتنا الاستراتيجية التي تبنيناها معا، والقائمة على أسس حسن الجوار والثقة المتبادلة والحوار الدائم والبناء. وأشاد العاهل المغربي التزام بلدي الجارين بتكريس تطابق وجهات نظرهما بخصوص مختلف القضايا الجهوية والدولية ذات اهتمام مشترك، تجسيدا لما يتقاسمه الشعبان الصديقان من إرث حضاري وثقافي عريق، وإسهاما في ضمان السلم والاستقرار والرخاء في المحيط الأورو متوسطي. نشكركم على حسن المتابعة. الملك محمد السادس للرئيس الموريتاني حريص على تعزيز علاقاتنا المتينة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ. بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلالية. وأعرب الملك في هذه البرقية باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهاني للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشفوعة بأخلص المتمنيات للشعب الموريتاني الشقيق بموصول التقدم والرخاء. ومما جاء في هذه البرقية وفي غمرة المناسبة الوطنية، لا يفوتني أن أجدد تقديري لأواصر الأخوة التي تربط المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مؤكدا لفخامتكم حرص القوي على مواصلة العمل سويا على تعزيز علاقاتنا المتينة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، بما يسهم في الارتقاء بها إلى مستويات شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات وطموحات شعبنا المشتركة.